يلا بينا. خلصت تمرين الحديد الجنرال، وهو ان شاء الله هنكمل الكارديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كاستم ورك اوت. السبيد هحطه 2.6 زي ما متعودين، بالميل مش بالكيلو. فانت لو انت في مصر احسبها واعملها لللاين. هعمل 6 ان شاء الله. والوقت ان شاء الله هعمل 45 دقيقة. بس هي الفكرة كلها ستيدي لو انتنسيتي ورك اوت، يعني فترة طويلة والحدية بتاعته مش كتير. يعني الانكلاين بس بعمله 6، السرعة بعملها 2.6 بس بالميل. فانت احسبها بالكيلو هتبقى عاملة عندك ازاي، حطها في المشاية 45 دقيقة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ونبتدي. وهو كده خلصنا 45 دقيقة الحمد لله. في ناس هتسأل انت بتعمل ايه في ال 45 دقيقة دول؟ حرفيا برد على كومنتات. يعني عشان كده على طول بقول الفيديوهات او البوستات اللي انا بنزلها منفعه ليا وليكم. ده بجد ان انا بكره الكارديو جدا عشان اكون صريح معاكم جدا يعني. فيا اما بتفرج على حاجه يا اما برد على الكومنتات. وحرفيا ال 45 دقيقه دول كلهم عملت بوست ونزلته ورديت على الكومنتات بتاعت بوستات قديمه. فخلصنا الكارديو وخلصنا الحديد. هنزل الساونا. انا ساونا بس بنزلها عشان الميه المحبوسه في جسمي بسبب البطوله، من الرجوع للبطوله. دي من الحاجات اللي بتحصل في البطولات محدش بيتكلم عليها. لما بترجع بعد البطوله وبتفتح في الاكل وما بتبقاش ماشي على نظام غذائي نضيف تاني واكل دايت، جسمك بيعبي ميه وبيمسك الميه ديت عشان ما يعرفش هيخش له ميه تاني امتى. ان انت قبل البطوله قعدت تشربه في ميه كتير 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 كتير، وبعد كده قبل البطوله بيوم ويوم البطوله ما شربتش ميه تاني. الناس اللي بتنزل بطولات عارفه انا بتكلم في ايه. الناس اللي ما تعرفش او ما بتنزلش بطولات الموضوع ده ممكن يكون غريب عنها بشويه. فعشان كده هنزل الساونا نص ساعه يبقى كده الموضوع خلاص. يلا السلام عليكم.